مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل كوسة بلبن. أول شي أنا نقرت الكوسات مثل ما شايفين، عندي كيلو كوسة. وهلأ بدي أعمل الحشوة. حطيت هون بالجار كباية وربع تقريبا رز مصري، وضفت عليها اللحمة المفرومة، ملعقة ملح صغيرة، وملعقة من سبع البهارات، واخر شي بضيف شوية زيت. هلأ بدعك كل المكونات مع بعضها كتير منيح لحتى يصيروا عندي بهذا الشكل. وهلأ بلش احشي الكوسة. وهلأ من بعد ما حشيت الكوسة بهيدا الشكل أكيد بترك شوية فراغ كرمال الرز رح ينفش معنا هلأ بس نطبخه. هلأ على جنب بدي احط بالطنجرة مي واسلق الكوسة. وهلأ هون عم بلش تغلي عند المي مثل ما شايفين، رح احط معلقة ملح صغيرة. وهلأ بدي بلش سقط الكوسة. بتركن على النار لحتى ينسلقوا، وارجع لكم. وهلأ بهذا الوقت اللي عم بيسلقوا فيه الكوسة رح احضر اللبن. حطيت كيلو لبن عندي بالطنجرة على النار، حطيت هون معلقتين صغار من النشا، زدت عليهم شوية مي وهلا بدي ذوبهم منيح. هلأ بدي اضيفهم على اللبن وضلني عم حرك كتير منيح لتبلش تقريبا تجمد. بدي قلي الثوم وحطهم مع اللبن. وهلأ بدي دق عند الثوم شي 3 ل 4 5 حصوص ثوم مع شوية ملح. وهلأ من بعد ما دقيت الثوم منيح بدي اقليهم بالزيت. هلأ بدي اضيفهم على اللبن وضلني عم حركهم ليجمد عند اللبن. وهلأ من بعد ما خلص عند اللبن بدي احط الكوسة اللي سلقتهم باللبن. واخر شي رح نضيف النعناع اليابس، بيعطي طعم طيب للاكل. وهيدا هو شكلها النهائي بعد ما خلصت. هخبركن على ريحتها وطعمتها شو طيبة. انصحكن جربوها. وما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلكن كل جديد.